ازاي نقدر نعمل صفحة خاصة للمقالات وننزل عليها مقالات على موقعنا على ووردبريس. اهلا بيكم في فيديو جديد. انا سلوى عبد، ووردبريس ديفلوبر، وهنشرح مع بعض النهاردة ازاي نقدر ننزل مقالات على موقعنا على ووردبريس ونعمل صفحة خاصة للمقالات. ويلا بينا. احنا كده في الويب سايت بتاعنا هنروح نعمل صفحة جديدة. اوكي، وهنسميها بلوج. وهنعمل ببلش، وكده احنا بقى عندنا صفحة جديدة على الموقع بتاعنا. المفروض ان دي هتكون الصفحة بتاعة المدونة بتاعتنا. دي اول حاجة. تاني حاجة بقى هنعرف ازاي الموقع بتاعنا ان دي صفحة المدونة. يعني دلوقتي لما نيجي ننزل اي مقالة هنا في البلوج، في البوست السوري. اوكي، لما نيجي ننزل اي مقالة هنا مش هتتعرض على البلوج لو احنا سيبناها بالشكل ده. يعني الموقع دلوقتي هيعرف منين، او يعني هيفهم منين ان دي صفحة البلوج اللي هيبدأ ينشر عليها المدونة؟ طيب احنا دلوقتي عشان افهمكم كويس، احنا هنروح دلوقتي للابيرنس وللمنيو، وهنضيف الصفحة اللي احنا عملناها للمنيو بتاعنا عشان تظهر في الهيدر. اوكي، وكده البلوج اهي ظهرت. ممكن نخليها بعد البورتفوليو بتاعنا. اوكي، بالشكل ده. وهنسيف المنيو. هنعمل سيف منيو، وكده المنيو بتاعنا المفروض ان هو تسيف. لما نخرج هنا للهيدر ونعمل ريفرش، لسه المنيو ما قراش. نرجع تاني للمنيو. ده الفوتر. لا، احنا حطيناها في الفوتر. احنا هنا هنختار، مش عارفه ظاهر معاكم في الشاشه ولا لا. هنا هنختار المين منيو، وكده احنا بقينا شغالين على المنيو الرئيسيه بتاعه الهيدر مش بتاعه الفوتر. اوكي، وهنضيف هنا البلوج اللي احنا عملناها، وهنخليها هنا بعد البورتفوليو، وهنعمل سيف منيو. اوكي، كده المنيو بتاعنا سمع. المفروض ان احنا نخرج برا نلاقي البلوج موجود في الهيدر. اوكي، كده البلوج بتاعنا موجود في الهيدر. اوكي، بس زي ما انتم شايفين الصفحة فاضية. طيب هنعرف ازاي الموقع بتاعنا ان دي صفحة البلوج. يعني دلوقتي احنا هنروح عشان اوريكم، هنروح ننزل مقالة هنا، او حتى من غير ما ننزل مقالة. هو في هنا المفروض مقالة باي ديفولت موجودة على الموقع، هي المفروض تظهر بالشكل ده في صفحة البلوج، بس احنا مش مخلينها تظهر. فده ليه؟ اوكي، احنا هنيجي هنا بقى في الكستمايز عشان نعرف الموقع بتاعنا ان دي صفحة البلوج. في اي مقالة المفروض هننشرها في البوستس هتبدأ تظهر في الصفحة بتاعتنا. اوكي، هنيجي هنا في الهوم بيج، هنا في الهوم بيج سيتنج، وهنيجي هنا هنلاقي بوستس بيج، وهنختار الصفحة اللي المفروض احنا عاملينها للبلوج. هنا البلوج، واحنا هنعمل ببلش. اوكي، زي ما انتم شايفين المقالة المفروض ظهرت معانا. عشان اوريكم الشكل كامل المقالة، لما نيجي هنا في البلوج، هنا بس الهيدر مش باين، هنظبطه مع بعض. اوكي، لما نيجي هنا في البلوج هيظهر معانا البلوج، هتظهر معانا المقالة بتاعتنا
لما ندخل دي كده المقالة الموجودة. هوريكم ازاي دلوقتي نقدر ننشر مقالة في البوستس وهتظهر معانا هنا في البلوج. اوكي احنا هنروح على الداشبورد بتاعتنا وهنيجي هنا في البوستس، احنا هنمسح المقالة دي مش عايزينها دلوقتي، وهنبدأ ان احنا نكتب مقالة جديدة. اول حاجة هنعمل add new post. اوكي على حسب احنا عايزين نعمل المقالة بتاعتنا فين، احنا ممكن نعملها هنا وما نحتاجش بيج بيلدر. اوكي خلينا نجرب مع بعض. اول حاجة هنحط العنوان بتاعنا هنا. تمام. المفروض هنحط العنوان وهنحط الهيدنج وهنبدأ نكتب المقالة بتاعتنا. احنا ممكن نقلل العنوان ده شوية، عايزين نعمل publish عشان نشوف هيظهر شكله ايه. اوكي view. شايفين احنا كده كتبنا العنوان بس لسه ما كتبناش المقالة. اوكي هنرجع تاني عشان نكمل المقالة. هنعمل من هنا edit post وهنبدأ ان احنا نكتب باقي المقالة بتاعتنا. هنيجي هنا نحط باقي المقالة بتاعتنا. اوكي وهنعمل save وهنروح نشوف المقالة بتاعتنا. هنيجي هنا في علامة السهم دي وهنضغط عليها وده بقى شكل المقالة بتاعتنا. اوكي هنا لو اي حد هيعمل كومنت هنرجع تاني نعمل edit. لو احنا محتاجين ان احنا نضيف صورة للمقالة بتاعتنا فهنيجي هنا set featured image وهنختار اي صورة احنا عايزينها تظهر في المقالة دي مثلا، وهنختار الصورة بتاعتنا هتظهر هنا بالشكل ده وهنعمل save. اوكي هنيجي نشوف المقالة بتاعتنا والمقالة بتاعتنا ظهرت بالشكل ده. اوكي وهنا لو حد محتاج ان هو يسيب كومنت. بس كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم.